وصفاتي. وصفتنا اليوم بطاطا مبطنة ليبية. طبعا أول حاجة حطوا لي لايك واشتركوا في القناة عشان أوريكم طريقة أحلى بطاطا مبطنة ترية وطعمها خطير بوصفات سهل وسريع، وطريقة تقطيع البطاطا سهلة وسريعة. طبعا نحب نذكر إن اسم قناتنا كانت مطبخ أم عائشة وغيرناها لوصفاتي. أول حاجة تجيبي معاكي بصل تحطيه في الكبة. طبعا تحطي البصل في الكبة تفرميه، مع 3 فصوص توم تحطيه في الكبة كيف ما تشوفوا. بعدين تجيبي اللحم المفروم تاعك وتحطي البصل والخضرة، تحطي الخضرة والدحية، وتبدي تحطي التوابل بتاعتك. وطبعا بعدها تحطي التوابل شوية ملح وكركم وشوية قرفة عشان زفرة الدحي، توابل ليبية، وشوية شطة، وشوية كشك يعني معلقتين كبار فيجيتار. وتقلبي كويس بطرف صابعك وتذوبي الزبدة. طبعا حطي زبدة أو متلج الزبدة بتاعتك وبشريها بشر. طبعا أنا هنا بشرتها، وهنا حبيت إني نحط لها فحمة كيف ما تشوفوا تماسكت تمام. وحطيت لها شوية شوية فحمة شوية زيت، وغطيتها وسيبتها لين ما قطعت معايا البطاطا. شوفوا تقطيع البطاطا، تفتحيها على مرتين. تو بعد قطعتيها هيك متوسطة تبدي تفتحيها من النص. جربوها الطريقة هذه سهلة وتقطع معك البطاطا. وأفضل حاجة قبل ما تقطعي البطاطا تحطيها في ملح وخل ومية عشان البطاطا تساعدك في التقطيع وبسرعة كيف ما تشوفوا. رديت حطيتها ربع ساعة في مية وملح، وبعدين غسلتها كويس وحضرت معي المكونات. جبت حليب وبيضة وتوابل عادية وربيتهم، ودقيق عليه شوية نشا، وفيجيتار سبايسي وفيجيتار عادي أو خبزة مرحية براحتكم. أول حاجة كسرت الدحية وحطيتها، شوية فلفل أسود، حطيت شوية فلفل أسود على الدقيق والنشا وشوية على الفيجيتار، وحطيت شوية شطة وشوية الله يبارك شيطان، وحطيت شوية قرفة عشان زفرة الدحي تمام. وأنا بعد سيبتها نص ساعة حولت الفحمة ونبدأ نحشيه، وبعدين نحطوه في التلاجة 10 دقايق لين ما نوطي الزيت معايا والزيت يسخن كويس. تاخديها في يدك وتصبيها، بعدين تفرديها على البطاطا كلها بالطريقة هذه، وامسكي البطاطا كويس من الطرفين. أول حاجة تحطيها في الدقيق، بعدين في الحليب، بعدين في الفيجيتار. أول لقطة هدي بدروها خبزة مرحية براحتك، بس الفيجيتار يعطي طعم خيال كان متوفر كيف ما تشوفوا. نعاود نكررها مرة أخرى. أسهل طريقة للبطاطا مبطنة هتعتمديها وتحبيها وتحسيها سهلة ومش متعبة، الطريقة بتاعتي اعتمدوها. وأنا جيت نسخن أنا سيبت البطاطا حاجة 10 دقايق لين
تمسك روحها وجو مسقع أصلا، عشان الحشوة طبقة بتاعت الفيجيتار والدقيق تمسك. كيف ما تشوفوا سيبتها 10 دقايق لين كملت حاجات في يدي، وخليت قلية البطاطا آخر حاجة. كيف ما تشوفوا الزيت أهم شي يكون ساخن، جربيه قبل ما تحطي البطاطا. تحطي البطاطا بتاعتك وبعدين تسيبيها 10 دقايق وتغطيها وتوطي النار عليها وتسيبيها تطيب براحتها. بس ما تنسوش انكم تقلبوا، كان ما غطيتيها البطاطا ما تستواش من جوا. اهم شي تغطيه وتخليها 5 دقايق، بعدين تبدي انك تغطي عليها وتسيبيها. هذه اول قلبة ليا، تقلبيها على الجنبين. شوفوا كيف قبل ما تقلبوها تعلوا النار شوية وترفعوها بعدها، تخليها تنقلع على الطرفين كويس بالجنبين. كيف ما تشوفوا كيف جت خيال وتقرمش وتهبل، تمدوها تطلع معاكم واو.